خليلوزيتش بيفتح النار على المنتخب المغربي. انظر ماذا قال. إليكم التفاصيل كاملة في هذا الفيديو، بس خلينا قبل ما نبدأ في المشاهدة ياريت ما تنساش إنك تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كنتم محبي ومشجعي للمنتخب المغربي ففضلا وليس أمرا الاشتراك في هذه القناة علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. هيا بنا. خليلوزيتش بيفتح النار على المنتخب المغربي. ووصف وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب أن قرار إقالته قبل كأس العالم أهانت كبرياءه، وأقيل خليلوزيتش من تدريب منتخب المغرب عقب قيادته لأسود الأطلس لتأهيل لكأس العالم 2022. وحصد منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022 كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. وقال خليلوزيتش: أهانوا كبريائي ولا أستطيع أن أنسى ذلك ولا أغفر لهم. كان يجب أن يكون هذا وداعي لعالم التدريب في كرة القدم. لم أستطيع علاج مرارة أو تعويض ما فاتني في هذه البطولة. وشهدت ولاية المدرب البالغ 70 عاما خلافات عديدة مع مجموعة من اللاعبين أبرزهم حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الرازق حمد الله. وتولى وليد الركراك المهمة خلف خليلوزيتش في سبتمبر الماضي، واستطاع رفقة أسود الأطلس من تحقيق الإنجاز. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو. وإن كنتم محبي ومشجعي للمنتخب المغربي ففضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.